لو بتدور على موتوسيكل شغل يعتمد عليه يوميا من غير ما يوجع دماغك ولا يستهلك فلوسك. الفيديو ده ليك يد تشير إلى أسفل. خلينا نتكلم عن الكينج 150 من حلاوة رمز تصادم. الموتوسيكل ده داخل في فئة 150 سي سي، ودي الفئة اللي أغلب الناس بتعتمد عليها في الشغل والتوصيل والمشاوير اليومية. دراجة نارية. أول حاجة، الماتور. معاك 150 سي سي 4 أشواط، يعني أداء كويس جدا في الشغل اليومي، وسحب مناسب للطرق داخل البلد. مضخة وقود. ثاني حاجة، البنزين. من أهم مميزاته إنه اقتصادي جدا في الاستهلاك، يعني مش هتحس إنه بيصرف معاك بنزين كتير، وده مهم لأي حد بيشتغل عليه طول اليوم. مفتاح. ثالث حاجة، الصيانة. قطع غياره متوفرة وسعرها في المتناول، وده بيخليه اختيار عملي جدا لأي حد عايز يوفر في المصاريف. عضلة الذراع. رابع حاجة، التحمل. الشاسيه بتاعه متصمم إنه يستحمل شغل يومي، مشاوير كتير، وحمولة خفيفة إلى متوسطة. ترس. كمان عندك فتيس 5 سرعات، بيديك تحكم أفضل في الطريق، خصوصا في الزحمة أو الطرق الطويلة. لكن لازم نكون واضحين، يد تشير إلى أسفل. ده مش موتوسيك سرعة أو سباق، إشارة ممنوع الدخول. هو معمول للشغل والاعتماد اليومي فقط. يعني لو بتدور على حاجة، علامة اختيار سوداء تشيلك وتشتغل معارك. علامة اختيار سوداء تصرف بنزين.